شايفين العظمة دي؟ بكيلو لحمة مفرومة بس هنعمل أسرع قالب لحمة للغدا، ومكوناته بسيطة ومش هياخد منكم وقت خالص. طاسة على النار هنحط فيها مكعبين زبدة وشوية زيت، وعندي هنا بصلتين مفرومين ناعم هننزل على الزبدة والزيت ونقلبها شوية، وعندي هنا 3 فصوص توم هنقلبهم مع البصل لحد ما يتبلوا، وعندي هنا فلفل رومي هننزل بيه على البصل ونقلبهم مع بعض شوية ونسيبهم يتبلوا مع بعض شوية. هنا في بولة هنحط فيها بيضتين، وعندي هنا نص كوباية بقسماط، وعندي معلقتين صلصة، وهنا حوالي حزمة بقدونس يعني كوباية بقدونس يعني مفروم ناعم. وهنا هننزل عليهم بالطاسة اللي احنا عملنا فيها البصل والثوم والفلفل، وبعد كده هننزل بكيلو اللحمة المفرومة، هنضيف عليهم معلقة كبيرة من بهارات اللحمة أو 7 بهارات، وعندي معلقتين كبار من الورشستر صوص، وعندي معلقة صغيرة من ملح ونص معلقة فلفل اسود، وهنقلبهم مع بعض. هنا عندي قالب هحط فيه اللحمة المفرومة، وممكن من غير قالب ممكن تعملوا على شكل قالب وتحطوه في صينية عادية، ولو عندكم قالب يكون احسن القالب عشان خاطر اللحمة تحتفظ بالعصارة بتاعتها وتستوي. هنغطي القالب بالفويل وندخله الفرن على الرف الوسطاني على درجة حرارة 200 لمدة نص ساعة لحد ما نعمل الصوص. عقبال ما اللحمة تستوي نص سوا هنحضر مع بعض الصوص اللي هنحطه على اللحمة. هو عبارة عن نص كوباية كاتشب، معلقتين سكر بني، ومعلقة مستردة، هنقلبهم مع بعض ونسيبهم على جنب. هنا طلعنا قالب اللحمة المفرومة، احنا هنحطه في صينية، نقلب القالب ده كله في صينية اوسع عشان خاطر نعرف نحط عليها الصوص، وعشان هندخلها تاني الفرن بقى تكمل سواها. هنا حطيت الصوص ووزعته كويس على الجناب بتاعة القالب اللحمة المفرومة ودخلته الفرن، هياخد حوالي نص ساعة تاني يكمل بقية سوا. وحبيت اعمل هنا جنبها بطاطس بيوريه، عندي هنا بطاطس هسلقها مع شوية ملح، بعد كده هطلعها هرسها. ممكن تعملوا جنبها رز ابيض حسب ما انتوا حابين، يعني انا حبيت اعمل جنبها بطاطس بيوريه بتبقى خفيفة يعني. هنهرس البطاطس، عندي هنا هحط عليهم حوالي 3 مكعبات زبدة على حسب الكمية عندكم، وهحط حوالي ربع كوباية كريمة ورشة ملح، وهنقلبهم كويس قوي لحد ما نحس ان هي بقت عاملة زي الزبدة كده، يعني البطاطس بقت ناعمة خالص. وكده البطاطس عندنا بقت جاهزة. وهنا قالب اللحمة بعد ما طلع من الفرن وبقى جاهز للتقديم، هنا قدمته مع البطاطس اللي عملناها. مش قادرة اوصف لكم الطعم عامل ازاي، خرافي، انا متأكدة انه هيعجبكم. ولو اول مرة تشوفوني انا سارة، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وفولو عشان تشوفوا الفيديوهات الجاية. باي.